سامحتك أيوة، بس مش عايز أشوف وشك. السر اللي محدش قاله عن قاتل حمزة عم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ترى ليه النبي عليه الصلاة والسلام رفض يبص لوحشي قاتل عمه حمزة؟ طبعا كلنا عارفين قصة مقتل حمزة عم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بس اللي ما نعرفوش واللي هقوله لكم النهارده ايه اللي حصل للي قتله، ايه اللي حصل لوحشي قاتل حمزة عم النبي. النبي عليه الصلاة والسلام سامح وحشي اللي قتل حمزة، بس عمره ما بصله في وشه ولا سلم عليه. كان وحشي ابن حرب عبد شاطر جدا في رمي الحربة، وتوعد انه لو قتل حمزة يوم أحد هيبقى حر، وفعلا في غزوة أحد استشهد حمزة رضي الله عنه، ووحشي بعدها بقى حر. بعد المعركة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيعدي يشوف الشهداء، فلقى عمه حمزة مرمي على الأرض، والمشركين مثلوا بجثمانه، قطعوا ودنه وأنفه. لما النبي صلى الله عليه وسلم شافه مقتول بكى، ولما شاف اللي اتعمل فيه اتألم جدا وحزن عليه حزن شديد، وقال عمري ما هتصاب بمصيبة زي دي، ومفيش موقف كان أصعب عليا من ده. وبعدها قال جبريل جالي وقال لي إن حمزة بن عبد المطلب مكتوب عند أهل السماوات السبع. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب حمزة حب كبير جدا، ده كان عمه وصاحبه من زمان وأسد الله ورسوله، وكان من أشجع وأقوى رجال قريش، وكان من الأبطال اللي دافعوا عن الإسلام وضحوا بروحهم ومالهم كمان عشانه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحشي يخاف وهرب للطائف، وبعد كده اتقال له ده نبي ومش هينتقم لنفسه، والإسلام بيغفر اللي حصل قبله، لو رحت له وأسلمت هيقبلك ويسامحك. وفعلا وحشي ما كدبش خبر وراح بسرعة وأعلن إسلامه، وراح وحشي للنبي. بس النبي لما شافه قال له أنت وحشي؟ قال له أيوة. قال له أنت اللي قتلت حمزة؟ قال له حصل، وجيت عشان أشهد إني لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي له تقدر تبعد وشك عني؟ ومن بعدها ما شافوش تاني. ولما النبي صلى الله عليه وسلم اتوفى وطلع مسيلمة الكذاب وادعى النبوة، وحشي خرج مع جيش المسلمين وقدر يقتل مسيلمة بنفس الحربة اللي قتل بيها حمزة، وكان دايما بيقول أنا قتلت بحربتي خير الناس وشر الناس، حمزة بن عبد المطلب ومسيلمة الكذاب. ولو خلصت الفيديو ما تنساش تصلي على النبي.